تخيل تكون مجرد طفل عادي لا بيك ولا عليك، بيتكم بينهار فجأة وابوك بيموت قدام عينيك، ولما بتكبر بتكتشف انه سايب لك كنز ثمين، سلاح خارق بتحارب بيه كل الشياطين، واللي بيقف في طريقك بتمرجحه حرفيا، محدش يقدر يقف قدامك. بص يا صديقي، حكاية النهارده ديت جديدة جامدة ومختلفة كمان، اقل ما يقول عنها اسطورية، هتفجر على كده من كتر جمدانها. عشان كده عايزك تنزل ترزع اللايك بتاعك، عشان النهارده اعمل لكم تحدي. لو الفيديو ده جاب 5000 لايك في اول 24 ساعة هنزل لكم فيديو في نفس اليوم. ايوه يا صديقي، فيلا بقى شد حيلكم علشان نعمل لكم تحديات زي دي كتير. وبس كده قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وده هو يوان. في يوم من الايام كان مستخبي هو واخوه الصغير في احد البيوت، البيت كان بينهار عليهم واخوه الصغير كان خايف وعمال يعيط. يوان بيهديه بيقول له ما تخافش، ابويا يحمينا. البيت بدأ ينهار ويوان بياخد اخوه وبيهرب من المكان. في نفس تلك اللحظات ابو يوان كان بيواجه ذلك الوحش المغوار، الوحش بيهجم عليه والاب بيصد كل ضرباته وبيتفاداها، وساعتها الوحش بيديله ضربه حفرت بالجبل، بيكمل ضرب فيه والاب مش عارف يعمل اي حاجه. الواد بيحاول يتدخل وساعتها الوحش بينقض على يوان، كان هيخلص عليه ولكن الاب بيتدخل في اخر لحظه، بيصد هجمه الوحش وهو بيديله على دماغه، بيقول لهم امشوا من هنا امشوا بسرعه. بيضرب الوحش علشان يشتته وبيحدف يوان واخوه فوق الجبل، وده علشان ياخد راحته في القتال. الوحش بيهجم عليه ولكن ده بيصد هجمته وبيكتف ايده، بيشد لورا وبعدها بينقض عليه وبيسيبه في وشه وبيخنقه بقوه بين عضلات ايده الفتاكه. الوحش ياخد بعدها اولاده الاثنين وبيهرب من المكان بسرعه، فبالرغم من كل القوه اللي استخدمها الاب الا انها يا دوبك تعطله البعض. الكهف غريب لحد ما بيوصلوا المكان تحت الارض. يوان كان مندهش من جمال وروعه المنظر. بيكملوا في طريقهم لحد ما بيوصلوا لمكان مسدود. الاب بيستخدم احد تقنياته وساعتها بيظهر سيفين من العدم، بيقول لي يوان امسك السيف، واول ما يوان مسكه السيف بدا يتوهج بنور صوت. يوان مش فاهم اي حاجه، وساعتها بتظهر علبه ذهبيه اللون. الاب اخدها واداها ليوان، قال له دي مهمه جدا ولازم تحتفظ بيها كويس، لما شينجي يكبر يبقى اداها له، ده هو مصيره. بيديله السيف الثاني وبيقول دول اسلحه صائد الشياطين. يوان قال له بس انا ما استحقهمش. قال له لا، انا كنت بدربك على السيف منذ الطفوله وانا متاكد انك انت هتكون الافضل. في الشيطان بيظهر في المكان، بيهجم على الاب وبيحاوط الشيطان من كل حته، بيحبسه في صخره وبيرميه في البركان. الجماعه فرحانين وفاكرين ان كده خلاص خلص الموضوع، لكن هل بكده خلص الموضوع؟ لا والله. فجاه صوت جرس بيرن في المكان والاب بيتخرم والعيال مش فاهمين اي حاجه، وساعتها بيظهر الشخص اللي عمل كده. الراجل بيقول لها انت ازاي قدرت تخترق الحاجز؟ قالت له انا كنت في الحاجز. بدع يوان بيبكي بحرقه جديده على ابوه، وساعتها ابوه بيقول له احمي اخوك الصغير. بيفعل تقنيته ولكنها بتفشل، ويوان واخوه هربوا من المكان بالفعل. وبعدها الاب بيفارق الحياه في مشهد مؤثر، واخوه شينج التعبان بيستعد لبدء مهمه سريه في غايه الجمدان. في تلك الاثناء كان في واحد من السحرة بيدخل بيت غريب علشان يواجه الشيطان اللي فيه. الراجل اللي معاه بيحذره من الدخول ولكن ده بيكمل في طريقه عادي، بيلقي تعويذه في المكان علشان يكشف مكان الشيطان. وساعتها الراجل اللي معاه بيفلسع من المكان بسرعه وبيقول له هسيب الباقي عليك انت. الساحر بيستخدم سحره وهو بيستدعي سلاحه، بيطلب من الشيطان انه يتراجع والا هيخليه يطلع بالقوه. بيستخدم سحره وبيفعل تعويذه ناريه، وبساعتها يوان بيظهر من وراه وبيفقد الوعي في لحظتها. بياخدوه بعدها ويربطوه في العمود وشكله بقى لا مؤاخذه يعني. واول ما بيفوق يوان بيحط السيف على رقبته وبيقول انت مش صياد شياطين وشغال تضحك على الناس مش كده؟ قول الحقيقه بسرعه والا هقطع رقبتك. الراجل بيحلف وبيقول لهم على الحقيقه الكامله، واتضح ان طول الوقت دوا كان بينصب على الناس وهو مش صياد شياطين، كان بيعمل ده كله علشان يخدعهم وياخد منهم فلوس. المهم بيرجعوا للبيت بتاعهم من تاني، وبعدها بيقضوا بعض الطقوس من اجل ان يصبح شينج الصائد للشياطين، وساعتها بتحاول تتوقع من كل اتجاه، وبكده يكون شينج صائد شياطين بدءا من اليوم. وبعدها يوان بيديله العلبه الذهبيه اللي ابوه امر ان هو يديها لشينج لما يكبر، بيقول له ياك تنسى ان ابونا اتقتل عشان يحمينا. شينج بيفتح العلبه وبيلاقي عصا حديد صغيره، لكن هو ما كانش عارف ايه ده، فبيسال اخوه عنها ولكن هو كمان ما يعرفش حاجه، وعرفه وقال له ان ابوه قال له ان ده مصيرك. وساعتها بيجي لهم راجل عجوز وكان بينهت، بيترجاهم انهم ينقذوا بلدهم، وبيقول لهم ان في ضباب كثيف في البلده وكل اللي بيدخل بيختفي، انقذونا وانا هديكم اللي انتوا عايزينه. يوان مش بيكترث للموضوع وبيزق الراجل وبيكمل في طريقه، وساعتها كيس النقود اللي كان مع الراجل وقع على الارض واتفتح، ووقتها وقع منه ذلك الجرس. ايوه ده نفس الجرس اللي كان في الماضي. يوان اول ما شافه اتصدم، افتكر كل اللي حصل وساعتها بيتعصب على الاخر، بيسأل الراجل هو انت جبت الجرس ده منين؟
المهم يوان بيقبل المهمة وبيروح هو واخوه عند المكان المحدد. بيدخل داخل المدينة والضباب كان بيعم كل ارجاء المكان، وكل ما كانوا بيتقدموا بسبب الضباب الكثيف شغالة تهجم عليه كل شوية وبتختفي وسط الضباب. لكن على مين؟ ده يوان يا ابن الجامدين. بيقول لها انت اللي جبت لنفسك، وبتترجاها ان هو ما يقتلهاش. قال لها قولي لي جبت الجرس ده منين؟ عرفته انها لقيته بالصدفة وما تعرفش اصله. قال لها انسى الموضوع ده وامشي من هنا وما تزعجيش الناس من تاني. البت بتحاول تغفله ولكنه بيخلص عليها في ثانية الا ثانية. بتقول له اخويا هيقتل اخوك بالتأكيد، وبعدها بتتحرق وبتختفي من المكان. ساعتها يوان بيقلق على اخوه، وفي الوقت ده كان شينج بيواجه ذلك الشيطان، بيديله ضربة بيطيره لبعيد وبعدها بيمسك سلاحه وبيستعد لبدء القتال. في الوقت ده يوان كان بيراقب من بعيد علشان يشوف شينج هيعمل ايه. الشيطان بيهجم عليه ولكن شينج بيصد كل ضرباته، بيتفادى ضرباته بينقض عليه، ولكن الشيطان قدر يتفاداه. الشيطان بينقض عليه وبيمسك سلاحه وشغال يشرح فيه من كل حته، والشينج يا حسرته مش قادر يعمل اي حاجه. لكن وفجاه القطعه المعدنيه بتتحول للون الذهبي، بيمسكها بايده وساعتها تنبعث منها طاقه جباره، بيهجم على الشيطان بيها وبيخترق جسمه وبيخلص عليه. ولكن بعد الهجوم الاخير شينج كان اغمى عليه وفقد وعيه للاسف. ساعتها الشيطان بيحاول يسحب السلاح من جسمه، بيحاول بكل قوته ولكن في الاخر مش بيعرف يسحبه. ساعتها بيطلع له يوان وسأله سؤال المعتاد وقال له بنبره حاده كده الجرس ده جه منين؟ الشيطان بيحاول يتهرب من السؤال ولكن يوان بيحط السيف على رقبته. قال له قول الحقيقه ولو كدبت انا هفشخك. بيهز الجرس واول ما الشيطان سمع صوته كانه حصل له تنويم مغناطيسي. قال له ان لينج شينج هو اللي ساب الجرس ده، واول ما يوان بيساله عن هويه الشخص ده او حتى مكانه فين الشيطان بدا يكرر الكلام وشكله كده هنج يا صديقي. وساعتها الجرس بدا يلف بسرعه وبدون سبب. يوان خاف وساب بسرعه، بيدخل جوه جسم الشيطان وجسمه بدا يكبر وشكله كده هينفجر. يوان على طول بياخد اخوه وبيهرب بسرعه من المكان، وساعتها الشيطان بينفجر وبيعمل انفجار كبير جدا وزلزل المكان. في تلك الاثناء كان في شخص غريب يراقب كل ده من الجهاز بتاعه. يا ترى هم ناويين على ايه بالضبط؟ نروح بعدها عند يوان بعد الانفجار اللي حصل، وشينج بيفوق مره تانية ويوان بيحييه على اللي عمله، بيقول له انت عندك امكانيات اسطوريه. بعدها شينج بيروح يجيب السلاح بتاعه، بيمسكه وبيطلعه من الارض، وساعتها السلاح بيصغر وبيرجع لحجمه الطبيعي. الواد مش فاهم اي حاجه، بينادي على اخوه بيقول له على اللي حصل، لكن يوان برضه ما كانش عارف السبب. وساعتها في حد من وراه بيقول له علشان ده ما يخصكش. ايوه يا جماعه دول نفس الاتنين اللي شفناهم من شويه. وبنعرف بعدها ان هدفهم هو الحصول على سلاح شينج. بينزلوا عند يوان وشينج بيستعد للقتال، ولكن يوان بيسقط ارضا، وده لانه جسمه متضرر بعد الانفجار اللي حصل. شينج بيحاول يتفاهم معاهم وبيقول له على جثتي، ولو عايزه تاخد السلاح يبقى اهزميني الاول. بيسحب سيفه وبينقض عليها لكنها بتطير سيفه وبتصيبه اصابات خطيره. شينج بيروح يطمن على اخوه بسرعه، والبنت بتقول له يلا سلم السلاح، ولكن شينج بيقول لها مش هديهولك واعلى ما بخيلك اركبيه. لا جدع يلا. البنت بتفعل سلاحها وبتستعد عشان تخلص عليهم. يوان قال لها مش انا اللي خاف من وش الخنزير ده. البنت بتتعصب جامد وبتحصل مشاده كلاميه بينهم. ساعتها بيتدخل الراجل ده وبيقول لهم كفايه كده. قال لهم احنا مش جايين عشان ناذيكم، احنا مش اشرار زي ما انتم فاكرين. بيستعمل احدى مهاراته وبيشفي جرح يوان في ثواني. ساعتها يوان بيقول لهم انتوا مين وليه عاوزين تاخدوا سلاح اخويا؟ البنت بتقول بتاعكم ايه بس؟ دي بتاعتنا احنا. العيال طبعا مش فاهمين اي حاجه زينا كده يا صديقي. ساعتها بيعرفوا عن نفسهم والبنت بتشيل القناع من على وشها. ايه ده؟ يوان فتس على نفسه من الضحك. بعد كل ده تطلع في الاخر بنت جميله. يوان بيسالهم عن سبب احتياجهم للسلاح، وساعتها بيحكي لهم على كل حاجه. قبل 100 عام تعرض احد الحكام للاغتيال من قبل احد الخونه ومات للاسف، فعلشان كده لازم يلاقوا 72 قطعه روحيه موجوده في العالم السفلي، وده عشان يرجعوه من تاني. وعلشان يعملوا كده فهم محتاجين سلاح شينج، وده لانه بيقدر يشعر بمكان القطعه الروحيه. يوان بيقول لهم وايه اللي بيخليكم متاكدين ان السلاح ده هو الحديد اللي هو؟ قال لهم ان الحديد ده عباره عن احد الجنود اللي هو، ولما بيستيقظ بينشر موجة طاقه هائله في جميع انحاء الارض، واحنا ساعتها حسينا بالموجه ديت. يوان ما كانش راضي يديهم السلاح في الاول، ولكن شينج بيوافق وبيديهم السلاح. قال لهم طالما العالم هيكون افضل فانا هديهولكم. بيقول للبنت انا واثق فيكي، بتقول له تمام وبتاخده منه. شينج بيعتذر من يوان وبيقول له انا اديتها الهديه اللي ابويا سابها لي. قال له ما تزعلش، انا متاكد ان ابوك لو كان موجود دلوقتي كان هيدعم قرارك بكل تاكيد. بيقول له يلا بينا نرجع للمدينه وهروق عليك، ولكن البنت بتقول له استنى عندك انت وهو، انت ازاي تتجرأ وتخدعني وتدي لي حاجه مزيفه في الاخر؟ وبنشوف كده وبنلاقي لون السلاح اتغير، ولكن اول ما شينج بيمسكه السلاح بيرجع
للون الطبيعي من تاني. الله، ده ايه اللي بيحصل ده؟ البنت مش فاهمه حاجه وبتاخده منه تاني، ولكن بيحصل نفس اللي حصل من قبل. بتقول له هو ايه ده بالظبط؟ يوان بيضحك وبيقول لها اكيد ده بسبب انك انت مش صافيه. الراجل اللي معاه بيقول لها فعلا دي مشكله شخصيه عندك انت، فالناس اللي قلوبها نقيه بس هم اللي بيقدروا يحرروا الطاقه دي. البنت بتقول له خلاص يبقى مفيش حل تاني، انت هتيجي معايا يلا. يوان بيرحب بالفكره بتاعتها وبيوافق ان هم يسافروا معاهم. بعدها الراجل ده بيستدعي مركبه حديثه وبيركبوا كلهم فيها. وبينما هم ماشيين في امان الله، واذ فجأة بتظهر بنت قدام السيارة وبتقع على الارض. النظام بيفعل الطوارئ لتجنب الاصطدام، وده اللي بيخلي السيارة تلف وبتتشقلب في الهواء. العيال طبعا مش فاهمين اللي بيحصل وليه التوقف المفاجئ ده. النظام بيعرفهم وبيقول لهم ان التوقف ده حصل بسبب ان في شخص ظهر فجأة في الطريق. يوان بينزل يبص حواليه يمين وشمال، وساعتها بيشوف البنت واقعة على الارض. الواد اول ما عرف انها بنت طلع يجري بسرعة عليها، بيقول لها انت كويسة ما تخافيش انا هنقذك. البنات والبنات والبنات، انا مش مطمن البنت دي وشكلها بتحاول تخدعهم. يوان بياخدها على المركبه بتاعتهم، ولكن البنت ما كانتش موافقه، وبعد شد ورخي في الكلام بيدخلها لجوه. البنت بتشكرهم عشان انقذوها، ولكن يوان بيقول لها ولا يهمك ست البنات. الواد منحرف على الاخر. ساعتها الواد بيسالها عن اللي حصل لها وايه اللي عور بطنها كده. قالت له انا امبارح كنت معديه من هنا وقابلها قطاع طرق كانوا عايزين يخطفوها، ولما حاولت اهرب طعنوني في بطني، وهي كانت بتدور على مكان تستخبى منهم. بتقول لهم انا خايفه. مسكينه يا عيني، ده تمثيل البنات اللي كلنا عارفينه. وشكل البنت دي وراها قصه كبيره. بتقول لهم انتوا رايحين فين؟ ينفع توصلوني الى الواد المظلم؟ يوان قال لها من حسن حظك احنا رايحين هناك برضو. البنت اول ما شافت السلاح شينج ابتسمت ابتسامه خبيثه. كله عاوز السلاح ده ولا ايه؟ انا مش مطمن البنت دي يا جدعان والله. المهم الراجل ده بيقول لها ان الوقت اتاخر، ايه رايك تستريح دلوقتي وهنروح لهناك بكره الصبح. وبعدها كل واحد بيروح ينام في مكانه. وفي منتصف الليل وتحديدا لما كانوا كلهم نايمين، فايوان بيشيل القلاده ديت من رقبه شينج بالغلط، والبنت ساعتها بتحاول تسرق القلاده، ولكن الباب بيفتح وقتها. الراجل كان طالع من الحمام وبيقول شكل كده دخلت الاوضه الغلط. وفي الصباح لما بيروح يفطروا البنت كانت اختفت من السياره وملهاش اثر. وساعتها شينج بيقول لهم ان السلاح بتاعه مش موجود. اللي كنت خايف منه حصل. اكيد البنت هي اللي اخدته. مش بقول لكم ان البنت دي وراها حاجه؟ في تلك الاثناء البنت كانت في وكر الشياطين في الغابه وكان معاها السلاح، واتضح انها سرقت السلاح عشان تنقذ اختها. البنت بتقول ان الحديد اللي هو ده مجرد اسطوره. قال لها انه حقيقه وموجود فعلا، والحديد اللي هو ده اقوى جند في الكون كله، وقدرته لوحدها كفيله انها تدمر العالم المظلم باكمله. فلو حصلت على قوته بالاضافه لقوه قتال الارواح فساعتها الشياطين كلها هتطيع اوامري. بتقول له لو اديتك الحديد اللي هو هل هتسيبنا في حالنا؟ قال لها لو جبتيه فانا هرجع لك اختك. اختها بتقول لها اياكي تعملي كده يا اختي، انت اقسمت انك انت مش هتسرقي من تاني، مالكيش دعوه بيا، انا هعرف اتصرف. الشيطان بيقول لها لو ما جبتهوش فاحنا هنعذب اختك. ايه رايك؟ في الوقت ده الشباب كانوا متجهين الى وكر الشياطين كهف بانسي. بيوصلوا لهناك فعلا، والراجل بيقول لهم هو ده كهف بانسي، السلاح موجود هنا وكمان الروح اللي بندور عليها. نرجع بقى للبنت واللي بتقول للشيطان سلم واستلم. بترمي له السلاح وساعتها بيسلمها اختها. بتاخد اختها وبتمشي، ولكن الشيطان بيقول لها على فين يا حلوه؟ انا قلت ان هديك اختك ولكن ما قلتش ان هسيبك تمشي من هنا. انهم الشياطين يا ساده. بيرخم عليها والبنت بتقول له بعد ايدك. بتهجم عليه وبتقيده وبتوقعه على الارض. بتستعيد السلاح منه والشيطان بيحاول يغفلها من وراها، لكنها بتوجه عليه السلاح والشيطان بيخاف وبيتراجع. بتهجم عليه وبتتعصب من رؤيته، وبعدها اخدت اختها وطلعت تجري بسرعه، ولكن اختها وقعت على الارض. قالت لها سيبك مني وهربي انت. لا انا مش هسيبك لوحدي، الشياطين داخلين عليهم والبنت بتحاول تقيدهم ولكنها باتت بالفشل. بيهجم عليهم والبنت بتزق اختها علشان ما تجيش فيها الضربه، ووقعوا هما الاتنين على الارض. الشيطان كان هيخلص على اختها ولكن البنت بتديله ضربه بتلزقها في الجدار. الزعيم بيهجم عليها ولكنها بتتفادى الضربه. بتحاول تهجم عليه ولكن الزعيم بيعرف يسيبها وبيوقعها على الارض.
الارض. بتقول له اختها اهربي انتي وانا هتصرف معاهم. ساعتها الشيطان بيفعل حاجز وبيحبسهم جواه، بيقربوا منهم وخلاص شكلها النهايه المره دي. لكن وفجاه يوان بيظهر في المكان. الشيطان بيحاول يهجم عليه ولكن بيحط السيف على رقبته. قال له اياك تتحرك خطوه واحده من مكانك والا هقتلك. بقيه الفرقه هم كمان بيحضروا وشكلها هتقلب مجزره. الزعيم بيقول لهم بقى انتم كده ده انا هوريكم. بينادي ساعتها والشياطين بيظهروا من كل حته وبيحاصروهم. الراجل بيستعمل احدى مهاراته وبيطلع زوبعه رياح عملاقه بيخلص عليهم كلهم. ايه كل الجمدان ده؟ يوان قال لاخوه خد البنات وروح لمكان امن وبعيد عن هنا. الزعيم بيهجم عليهم ولكن الراجل بيحميهم باستخدام الرياح بتاعته. بيهجم عليهم من تاني ولكن يوان بيتدخل وبيوقفه. بيقول له خدهم وامشوا بسرعه. البنت بتديله ضربه بالطياره اللي بعيد. الراجل هو كمان بيجهز ضربه هائله للقضاء على الزعيم، بيرزعوا بيها والزعيم بيعاني. ساعتها يوان وشينج بياخدوا البنات وبيطلعوا بره الكهف. البنت وقتها بتدي شينج السلاح وبتعتذر له والزعيم بيهجم عليهم من تاني ولكن الراجل بيهجم عليه باللهب الحارق. الزعيم بيصد وبيعكسوا عليه. البنت بتهجم عليه ولكن برضه بيصد هجومها. بيهجم عليهم بالصخور المتفجره والراجل بيفعل ستار الميه وبيحاول يسد الضربات ولكن الصخور بتخترق الستار وبيفلتوا منها بصعوبه. البنت بتهجم عليه ولكن بيصد هجومها وده لان الصخور اللي حواليه بتحميه من اي هجوم. بتقول له قدرتك قويه للاسف ولكن انت مش بتستخدم عقلك. الراجل بيفهم هجوم البرق بتاعه وبيسعقه عن طريق الميه. البنت هي كمان بتديله حته ضربه نسفته وهكذا انتصر الثنائي الرهيب. وبعدها حصلوا على الروح اللي كانت معاه وجريوا بسرعه. وده عشان يلحقوا بيوان واخوه. ومن الناحيه التانيه وتحديدا عند يوان الشيطان بينقض عليهم بسرعه خاطفه ولكن شينج بيبعده بسرعه. الشيطان بيقوم بيهجم على شينج ولكن يوان بيوقفه وبيقول له ان هو خصمك هنا. بيبدا القتال وسرعتهم متقاربه وده لحد ما الشيطان بيديله رجل بيطيره لبعيد. بيفعل بعدها تقنيته وبيهجم عليه ويوان بيتبهدل حرفيا. شينج بيحاول يساعده ولكن الشيطان بيبهدله هو كمان. يوان بيحاول يقوم من تاني ولكن الشيطان بيفعل عليه الحاجز وبيحبسه جواه. بيحاول يطلع منه ولكن مش قادر يعمل اي حاجه. وساعتها الشيطان بيجمد جسمه باستخدام احد تقنياته. جسمه بدا يتحجر وشكله كده خلاص بيودع. شينج بيحاول يساعد اخوه وبيضرب بكل قوته في الحاجز ولكن الشيطان بيهدفه لبعيد. شينج بيقول لنفسه انه شخص ضعيف وعديم الفايده، ما قدرتش احمي اي حد وده لانه ضعيف، حتى ما عرفتش اساعد اخويا. بيبكي من ضعفه والحال اللي هو فيه. وساعتها يوان بيحفزه بيقول له اياك تستسلم يا شينج. ولكن شينج بيبكي بحرقه شديده لانه مش قادر ينقذ اخوه. القلاده ساعتها بتنور بنور ساطع وسط ذهول الجميع. يوان بيقول له استخدم سلاحك يا شينج وشينج بيمسك السلاح وساعتها المكان كله بينور بنور ساطع وقوه هائله. شينج بيفعل قوته الحقيقيه وبينطلق على يوان وبضربه واحده منه قدر يكسر الحاجز. ساعتها الشيطان بيديله ضربه لزقته في الجبل. يوان بيروح يطمن على اخوه وساعتها شينج بيغمى عليه. الشيطان بيحاول ياخد السلاح واول ما لمسه السلاح رجع لحجمه الطبيعي من تاني. لكن وفجأة يوان بيقطع ايد الشيطان في ثواني ودلوقتي خلاص الغضب مسيطر عليه. بينطلق على الشيطان وبيشتغل فيه تشريح من كل حتة والشيطان مش عارف يعمل حاجة. ويوان بيديله الضربة القاضية. ابلع يا بتاع انت كده خلاص يوان هو الفايز. الشيطان ساعتها بيضحك وبيقول له انت شبهه بالظبط، نفس طريقة كلامه ونفس كل حاجة. انت اكيد هو تلميذ ساحر السيف المزدوج. يوان بيقول له قول اللي انت تعرفه كله والا هخلص عليك. ولكن ساعتها صوت الجرس بيرن والشيطان بيموت في لحظتها. اكيد في حاجه يا جماعه، مش معقوله كل شيطان يموت بسبب الجرس دوت. المهم بعدها بيرجعوا للعربيه بتاعتهم والراجل بيحاول يعالج البنت ولكن بيقول لها للاسف السحر بتاعه مش هيعرف يعالجها. ساعتها شينج حس بالذنب وبيجري لبره والراجل بيقول لها مفيش حل غير واحد بس وهو ان اختم روح اختك ولما نخلص مهمتنا هنعرف نرجعها من تاني، بس لازم تتخلى عن جسمها دلوقتي ولما ترجع مش هيكون في نفس الجسد. ايه رأيك؟ البنت بتوافق على الكلام وساعتها الراجل بيستخدم قوته السحرية وبيختم روح البنت داخل الختم بتاع اختها. يوان بعدها بيروح لشينج وبيقول له ما تزعلش نفسك، كل ده ما كانش خطأك انت وما تقلقش، فاحنا هنرجعها تاني لما نخلص مهمتنا. وفي الصبح كانوا ماشيين وساعتها البنت تطلب منهم انها تروح معاهم. الراجل بيوافق ويوان بيفرح يا صديقي، خروف يا هاني مفيش كلام. وبعدها بيمشي لاستكمال رحلتهم سعيا للوصول الى هدفهم المشترك.
وبعدها الشباب بيوصلوا لوجهتهم وهي المدينة دي، واللي درجة الحرارة فيها عالية جدا. بينزلوا من السيارة والشينج كان تعبان جدا وجات له حمى بسبب الحر الشديد. يوان بيسأل الراجل ده اذا كان عنده دواء ولا حاجة علشان شينج يخف. الراجل بيقول له ما تقلقش، هو امتص روحين وهم روح الشيطان والزعيم، وطبيعي ان هو يحصل له كده، بس ما تقلقش لما نوصل للمحل اللي احنا رايحينه هديله دواء عشان يخف. المهم بيكملوا في طريقهم وبيروح لمحل الازياء ده. يوان قال له بقى هو ده المحل اللي فيه الادويه السحريه، انت بتهزر ولا ايه؟ الراجل قال له ما تحكمش على الكتاب من غلافه، ادخل انت بس ومالكش دعوه. بيدخل للمحل وهناك بيقابلهم الراجل العجوز ده، واللي بيطلع هو صاحب المحل. وبنعرف ساعتها السبب اللي خلى الراجل دوت يبيع ملابس بدل الادويه، والسبب باختصار يا اصدقائي هو ان الناس الخالدين بطلوا يجوا كتير لهنا، وبسبب كده الحال بقى صعب وهو اضطر انه يبيع ملابس ديت بدل الادويه. المهم الراجل بيحرك الدميه ديت بايده وساعتها المكان بيتحول 180 درجه. العيال كلهم مصدومين، هل هو ده محل الملابس اللي كان من شويه؟ فعلا حاجه مدهشه، لان المكان في لحظه وبحركه واحده اتحول لمحل ادويه. البنت بتقول للراجل العجوز احنا محتاجين الفاصوليا السحريه. قال لها استنى اجيب لك حبه. بيجيب لها حبه فاصوليا والبنت بتاخدها وبتمسك الواد شينج من بقه وترزعها جواه. ايه ده؟ تقولش بتاكل بهيمه. المهم البنت بتسال الراجل عن سبب ارتفاع الحراره في المدينه دي. ساعتها الراجل بيقول لها ان كل ده حصل بسبب النيزك اللي وقع عليهم من حوالي 100 سنه، ومن وقتها ودرجه الحراره بترتفع كل يوم عن التاني. قالت له هو انت ليه ما اتصرفتش مع الوضع ده؟ قال لها ما اقدرش، لان اللي ورا كل حاجه ده شيطان قوي جدا، شيطان بيقدر يتحكم في النار ومن الصعب التعامل معاه. الراجل بيطلب من شينج يلف السلاح بتاعه. شينج بيعمل كده وساعتها السلاح بيرسل اشارات والراجل بيعرف مكان روح القتال بتاعه النيزك. بيقرروا ان هم يروحوا يتعاملوا مع الشيطان ده وياخدوا الروح منه. يوان كان عايز يروح معاهم ولكن البنت بتقول له الخطر المره ديت مش زي كل مره. قال لها ايا كان انا عايز اجي معاكم، والبنت قالت له طالما انت عايز كده فانا مش همنعك. بعدها بيطلب من البنت تاخد بالها من شينج لحد ما يجي، وهنا بينطلقوا لمكان الشيطان الناري. بيوصلوا عند البرج اللي فيه الشيطان وبيقتحموا المكان. ساعتها بيظهر لهم مجموعه كبيره من الحراس وبيعترضوا طريقهم. العيال بينزلوا فيهم دعك لحد ما بيخلصوا عليهم كلهم. بيكملوا في طريقهم لحد ما بيجي لهم الشيطان ده. بيقول لهم اخيرا وصلتوا، انا كنت مستنيكم من زمان قوي. يوان ما استناش على ما يخلص كلامه وانقض عليه في لحظتها، ولكن الشيطان بيستعمل سحر النار ويوان بيتراجع بسرعه. الشيطان بيفعل قوته الناريه وشكلها تقلب مجزره. القتال الحقيقي هيبدا من دلوقتي. يوان بينطلق عليه ولكن الشيطان بيصدله بكل سهوله. بيستخدم قوته الناريه وبيطرد اللي بعيد، ولكن هو بيقاوم بكل قوته. الشيطان بيتصدم لما بيشوف السيف اللي مع يوان، بيهجم عليه بقوه اكبر ويوان بيطير في السماء. ساعتها الراجل بيستخدم قوته السحريه وبيحمي يوان وبينقذه. ووقتها بنعرف خطه الشيطان الحقيقيه هو انه عايز يخلص على كل الخالدين، وده عن طريق انه يستخدم دم شخص من الخالدين ويدمر القصر بالنيزك. ولكن الى الان يظل سبب مجهول، لسه احنا مش عارفين سبب كل الكره ده للخالدين. اكيد في سر كبير ورا الموضوع ده. ولحظه بس كده قبل ما نكمل، انا بس حبيت انوه عن كل الكلام اللي بيتذكر في الفيديو، دي مجرد معتقدات خاطئه تماما ولا تمت للواقع باي صله. وموضوع الخالدين والكلام التافه ده، والخالد الوحيد الذي لا يموت هو الله عز وجل، واحنا ملناش دعوه بالكلام ده نهائيا. احنا بنشاهد بس لاجل المتعه لا غير، وبس كده. خلينا نكمل. نرجع تاني للقتال، والبنت اول ما عرفت خطته بتهجم عليه بالمدفع الناري، ولكن الشيطان بيمسك دراع البنت وهي مش عارفه تحرر نفسها. ساعتها النظام بيحظرها بسبب ارتفاع الحراره الشديده. البنت على طول بتقول لاخوها برد المدفع بسرعه. الراجل بيستخدم سحر الميه بتاعه وبيبرد المدفع بسرعه قبل ما ينفجر. ساعتها يوان بيقول لهم سيبهولي انا هعرف اتصرف معاه، اما انتم فلازم تمشوا من هنا دلوقتي لان انتوا الهدف بتاعه اصلا، وهو محتاج للدم بتاعكم عشان ينفذ خطته. العيال فعلا بيسمعوا كلامه وبيمشوا من المكان. البنت بتفضل تعيط وبتقول له بس ارجوك ما تموتش هنا. الشيطان بعدها بيهجم على يوان، ولكن يوان بيتفادى ضرباته وبيرمي عليه السيف، وبعدها بينتقل وراه وبيصيبه بيه، ولكن الشيطان بيختفي وبيظهر وراه، بيمسكه من رجله وبيرزعه في الجدار. ساعتها يوان بيقوم وبيحاول يهجم عليه من تاني، ولكن الشيطان بيديله بوكس بيطيره لبعيد. بيهجم عليه بالهجمه الاخيره وكان خلاص هيخلص عليه، ولكن الراجل بيظهر في اللحظه الاخيره وبيحميه، ولكن للاسف
بيتعور وبينقط دم على الارض، وبعدها بياخد يوان وبيهرب من المكان بالفعل. الشيطان بيلاقي الدم بتاعه على الارض وكده خلاص حقق هدفه، بياخد الدم بتاعه وبيفعل بيه دايره سحريه، وساعتها النيزك بيتحرك بالفعل، ووقتها الصخور الناريه بتنزل على المدينه والناس كلها مرعوبه وبتهرب. وقتها البنت كانت عايزه ترجع تقاتل الشيطان، ولكن اخوها بيمنعها، بيقول لها ان مفيش حاجه هتحصل للقصر، ولكن احتمال كبير ان المدينه تتدمر مره تانية. وفي الوقت ده كان شينج والبنت اللي معاه بيهربوا علشان يروحوا لمكان امن، ولكن شينج بيسيب البنت فجاه وبيجري وسط الزحام، وهناك بيلاقي البنت الصغيره دي عماله تعيط وبتقول انها عايزه ماما. شينج بيقول لها ما تقلقيش، تعالي معايا وانا واثق انك هتلاقي امك هناك. البنت فعلا بتروح معاه للمكان اللي الناس كلها مستخبيه فيه، الناس كلها مرعوبه والوضع مأساوي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. شينج هو كمان زعلان بسبب اللي حصل لاخوه يوان. الراجل العجوز قال له ما تقلقش عليه، هو اخد حبه الفاصوليا وبعد شويه هيبقى كويس. وبعدها بيفكروا هيعملوا ايه في الكارثه اللي هتحصل دي. ساعتها الراجل العجوز بيقول لهم الحل علشان يوقفوا انفجار النيزك هو انهم يستخدموا جوهر التبريد، ولكن الجوهر ده موجود تحت قلعه معينه، بس المشكله ان القلعه ديت عليها حراسه مشدده ومحدش هيقدر يدخل لهناك، ولكن الحل الوحيد هو ان الشخص يتسلل القلعه ويسرق الجوهر. وطبعا بما اننا جبنا سيره السرقه فاكيد كلكم عارفين مين اللي يعرف يعمل كده. ايوه هي البنت ديت مفيش غيرها. بيقرروا ساعتها انهم يخلوها تروح لهناك وتجيب الجوهر ده. البنت فعلا بتروح لهناك وبتتسلل لداخل القلعه، بتغفل الحراس بتوع المراقبه وبتخلص عليهم في ثواني، وبعدها بتروح للبنت دي وبتفضل تتقاتل معاها، لكنها في الاخر بتعرف تقيدها وبتسالها على مكان الجوهر. البنت بترفض تقول اي حاجه وبتقول لها على جثتي. في الوقت ده وتحديدا عند شينج والباقي المكان كان شغال يتدمر وشكله مش هيطول كتير، وده لان الشيطان متعصب على الاخر وبيدور على الشخص الخالد عشان يقتله. الراجل ساعتها بيقرر انه يروح يقتله هو واخته الصغيره، ولكن شينج كان عايز يروح معاهم بس هما بيقولوا له انت خليك هنا وخد بالك من يوان. الواد ساعتها بيقرر ان هو يقعد في مكانه وهو ما يروحش معاهم. نرجع تاني للبنت واللي بتقدر انها تخلي البنت تعترف بكل حاجه. بتروح لمكان الجوهر فعلا، ولكن ساعتها الانذار بيشتغل وبيطلع لها وحش آلي. شكل كده الموضوع مش هيكون بالسهوله دي. في الوقت ده كان الاخوين بيحاربوا الشيطان، وساعتها بنعرف السبب اللي خلى الشيطان يعمل كل ده. وفي الاساس الشيطان ما كانش شيطان، لا ده كان مجرد بشر عادي، ولكن في يوم من الايام انقذ بنت من مجرم كان عايز يسرقها، وساعتها البنت دي حبته وهو كمان حبها، وبقى يتقابلوا مع بعض كتير، وعلاقتهم كانت بتتحسن كل يوم عن التاني لحد ما بيتجوزوا اخيرا. وساعتها حصلت الكارثه الكبرى، لان بسبب خيانه الخالدين المدينه كلها اتدمرت وكمان مراته ماتت. علشان كده هو عايز ينتقم ليها ويقتل كل الخالدين. نرجع تاني للحاضر والبنت تهجم على الشيطان بالمدفع الناري، ولكن الشيطان بيصد الهجوم بتاعها وبيقول لها تعالي. بيفضلوا يتقاتلوا مع بعض والشيطان بيقول لهم انتوا السبب في كل اللي حصل، وده لانكم خاينين وكمان كدابين. ساعتها الشيطان بيهجم عليهم بضربه ناريه هائله، بس الراجل بيعرف يصدها بالعافيه. الضربه كانت هتصيبه، ولكن ساعتها شينج بيتدخل وبيحميهم هما الاثنين. بيقول للشيطان بطل اللي انت بتعمله ده، الناس بتعاني بسببك انت ليه عايز تدمر المدينه تاني بدون اي سبب؟ قال له المدينه ديت كانت هي المكان اللي عشت فيه اجمل ذكرياتي وقضيت فيها احلى ايامي، ولكن انا عايز انتقم من الخالدين لانهم هم اللي تسببوا في دمار المدينه المره اللي فاتت. الشيطان قال له لو مش مصدق اسال صاحبك وهم يحكوا لك على كل اللي حصل. شينج بيقول لهم صح الكلام اللي بيقوله ده؟ الراجل قال له ايوه، كل ده حصل لان الشيطان كان عايز يدمر القصر في السماء، ولكن القصر كان عليه تعويذه حمايه عكست النيزك وساعتها نزل على المدينه ودمرها. نرجع تاني للقتال والشيطان بيهجم على البنت بهجوم مدمر، ولكن شينج بيتدخل وبيحميها للمره الثانيه. بتقول له انت بتعمل كل ده عشان تنتقم، بس مفيش فايده من الانتقام لانك حتى لو قتلت كل الخالدين فاللي حصل في الماضي مش هيتغير. الشيطان ساعتها اتعصب وبيتحول لذئب عملاق وبيهجم على شينج وبيطيره لبعيد. في نفس الوقت البنت كانت خلصت على الوحش الآلي ده، بتروح علشان تاخد الجوهر، ولكن بتحصل حاجه غريبه والبنت مش بتعرف تاخده. نرجع تاني لشينج واللي قدر يصد هجوم الشيطان، ولكن فقد قوته وبيقع على الارض. ساعتها الشيطان بيلاحظ ان هم عايزين يوقفوا النيزك عن طريق الجوهر. الشيطان بيتعصب جامد وبيهجم عليهم بضربه ناريه اسطوريه، وبعدها بيسيبه وبيروح عند المكان اللي الجوهر فيه علشان يوقف الخطه بتاعتهم.
نرجع تاني للبنت واللي بتحس بحد جاي ناحيتها وبتستخبى بسرعه. ساعتها بيدخل الشيطان ده وبياخد الجوهر. الشيطان التاني بيوصل للمكان وبيهجم عليه وبيفضلوا يتقاتلوا مع بعض. وساعتها الشيطان التاني بيتحول وبيطير الاول لبعيد، بينطلق عليه بسرعه البرق وبيخرمه وبيخلص عليه. بياخد بعدها روح القتال بتاعته وبيحطها هي والجوهر في صندوق صغير. لكن وفجاه الشيطان بيلاقي اللي كسر الصندوق وبيهجم عليه. ايوه ده شينج يا جماعه. الشيطان بيطيره لبعيد ولكن السلاح بتاع شينج بيمتص قوته. ساعتها الشيطان بيقطع دراعه وبيمشي من المكان بسرعه. في الوقت ده نايزك كان خلاص داخل عليهم وهيدمر كل حاجه. وقتها الشيطان بيقول لشينج يكسر الجوهر ده وساعتها الخطر هيقف. شينج بيسمع كلامه فعلا وبيكسر الحجر. ساعتها النيزك بيتدمر والخطر بيخلص وكل حاجه بترجع لطبيعتها. الشيطان ساعتها كان بيلفظ انفاسه الاخيره، بيعتذر لمراته علشان ما يقدرش ينتقم ليها. ساعتها مراته بتجيله وبتقول له بس انت قدرت تنقذ المدينه من الدمار. وبعدها بتحضنه في مشهد تقشعر له الابدان، انها لحظه مؤثره بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وبعدها اصحابنا بيركبوا السياره بتاعتهم وبينطلقوا الى وجهتهم القادمه، وهي بلد بعيده في نهر سحري قادر على شفاء جراح يوان. وده لان النهر ده هو الشيء الوحيد القادر على انه يشفيه. ولكن الراجل كان شارد الذهن وشكله كده زعلان جدا. المهم اصحابنا بيوصلوا للبلد اللي فيها النهر هو اللي كانت فاضيه تماما ومحدش موجود فيها. ساعتها بيحصل عطل في السياره والراجل بيروح عشان يشوف ايه المشكله. البنت اخته بتقول لهم لولا اننا احنا جينا هنا عشان نعالج يوان ما كانش اخوها هيجي هنا تاني. وشكل الراجل ده عز ذكريات حزينه هنا ومش قادر ينساها. ساعتها يوان بيقول لهم احنا هنا اصدقاء ولازم نساعده. بيروح لبره وبيشوفه اذا كان محتاج مساعده ولا حاجه. قال له لا كتر خيرك يا باشا، انا هعمل كل حاجه بنفسي. ساعتها الراجل بيعرف العطل فين وبيقول لهم ان عشان السياره تشتغل فلازم يجيبوا شيء معين من كهف قريب من هنا. يوان قال له تمام يلا بينا نروح لهناك. قال له لا انت لسه مصاب ومش هينفع تيجي معايا. يوان قال له انا عارف انك زعلان ولكن انا مش عارف السبب، بس انت ما ينفعش تتحمل كل حاجه لوحدك، احنا هنساعدك كلنا. ساعتها الراجل بيقول لهم انتوا مالكوش دعوه بيا، سيبوني في حالي. وبيسيبهم وبيمشي. اخته كانت شايفه كل اللي حصل ده وكانت زعلانه جدا. علشان نعرف اللي حصل يا صديقي تعالوا بينا نرجع للزمن شويه لورا، وتحديدا لما كان الراجل دوت قائد في الجيش ومعاه الفرقه بتاعته. المهم في يوم من الايام كانوا رايحين في مهمه ما، والمهمه دي في نفس البلد اللي صاحبنا فيها دلوقتي. في الوقت ده الراجل كان وصل لنفس المكان اللي كانت فيه المهمه بتاعته زمان، وساعتها بيفتكر اللي حصل وقتها. فلما دخل المكان دوت في الماضي لقيوا اعداد كبيره من الزومبي في طريقهم بيفضلوا يتقاتلوا معاهم، ولكن اعدادهم كبيره ومش بتخلص. ساعتها ما كانش قدامهم حل غير ان هم يستخبوا منهم لحد ما يشوفوا حل في المشكله دي، وفعلا بيستخبوا منهم. وساعتها القائد بيطلب من الواد الصغير ده يتصل بالدعم. الواد بيسمع كلامه وبيقدر يتصل بالدعم فعلا. بيقول لهم خلاص كلها 5 دقايق والدعم هيكون هنا. ولكن ساعتها الراجل ده بيحس بشعور غريب وكمان مفيش اي زومبي بره. هو ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ الرجاله مش فاهمين اي حاجه. وساعتها الواد الصغير دوت بيتخرم. يا نهار ابيض، صدمه بكل المقاييس. نرجع تاني للحاضر والراجل كان قدر يحصل على الحاجه اللي هو محتاجها، لكن ساعتها بيلاقي الدايره السحريه دي. ايوه هي دي الدايره السحريه اللي بسببها ظهر الشيطان قبل كده في الماضي. بيقرر وقتها ان هو يواجه الشيطان وينتقم لاصحابه اللي ماتوا. بيبدا القتال بالفعل. وساعتها بنرجع للماضي من تاني وهنا بنشوف اللي عمل الشيطان وقتها. قتل كل اصحابه وما تبقاش غير واحد بس، واللي كان في تلك اللحظه بيصارع بين الحياه والموت. الراجل كان بيحاول ينقذه بكل ما اوتيه من قوه، ولكن صديقه بيضحي بنفسه ساعتها علشان القائد يعيش. بيفجر نفسه مع الوحش وبينهي الموضوع. بنرجع للحاضر من تاني. وقتها الراجل بيشوف صحابه في عقله بيفضل يعيط وبيعتذر ليهم علشان ما يقدرش يحميهم، لكنهم بيقولوا له ديت مش غلطتك انت، ولكن انت عندك صحاب محتاجينك دلوقتي. الراجل بيفوق على صوت شينج واتضح ان هو كان مغمى عليه في الفتره دي. بيصحى بيلاقي يوان واخته شغالين يقتلوا في الوحش ده. البنت بتهجم عليه بضربه ناريه ولكنها مش بتاثر في نهائي. الراجل ساعتها بيقول لشينج انا عاوزك تفعل الحاجز على الجماعه علشان بس ما يتاذوش. شينج ساعتها بيفهم ان هو عاوز يضحي بنفسه علشان ينقذ صحابه. هي دي الصداقه بحق وحقيقي. شينج بيحاول يوقفه ولكن الراجل مصر على قراره. بيقول له انا مش عايز اخسر حد عزيز عليا من تاني. في الوقت دوت الوحش كان ماسك يوان وخلاص هيخلص عليه، ولكن البنات بيتدخلوا بيقدروا ينقذوه بالعافيه. الراجل ساعتها بيروح عند الوحش وبيفعل كامل قوته السحريه، ولكن يوان بيستخدم قوته وبيفعل الحاجز وبيحوطهم كلهم بما فيه الراجل. بقول لك انا كمان مش عايز اخسر حد عزيز عليا. وساعتها بيفعل قوته السحريه وبتظهر طاقه هائله بتحوطه من كل حته وبتخلص
بتخلص على الوحش وبتمحيه من المكان في ثانيه الا ثانيه، وبكده يكون شينجا قدر يحمي اصحابه الاعزاء من الموت المحتوم. الراجل ساعتها بيعرف انه دلوقتي عنده اصحاب جدد علشان يدافع عنهم، وبعدها الراجل بيروح المقابر علشان يزور صحابه المقربين. وفي تلك اللحظه بنشوف شخص غريب واقف قدام احد القبور، وكان واضح عليه قد ايه هو بيكره الشخص اللي ميت ده. بيطلع سيف بتاعته في غمضه عين وبيقطع القبر نصين في ثواني. يا نهار ابيض، ده ايه القوه الفتاكه دي؟ المهم سيبنا منه ونروح لاصحابنا اللي كانوا متجهين الى نهر السحر اللي في المدينه. وفي الطريق البنت دي بتفضل ترخم عليه، والواد عمال يقول يا ويلي يا سواد ليلي. وفي الوقت ده شينج كان بيتكلم مع الراجل وهو بيساله عن الحجر السحري اذا كان اشتغل ولا لا، الحجر اللي كنا هموت بسببه. قال له ايوه، فلولا انتم جبتوا لي هناك لكان زمان ميت دلوقتي. بيقول له شكرا ليك يا شينج على كل حاجه. شينج طبعا بيتحرج من كلامه وهو ما كانش عارف يرد. وساعتها بيوصلوا عند النهر السحري والعيال بينبهروا بجماله، فعلا منظر تقشعر لجماله الابدان. الراجل بيقول لهم اللي عاوز يشفي نفسه او حتى يحقق امنيه مستحيله يستحمى في النهر ده. المهم يوان بينزل يستحمى فيه والجروح بتاعته بدات تخف بشكل ملحوظ، ولكن وهو بيستحمى بيلاقي شخص غريب قاعد لوحده. بيقول للشينج اطلع انت الاول وانا هحصلك. بيروح عند الراجل وبيحاول يتكلم معاه ولكن الراجل مش بيرد. شينج قال له هو ليه مش بيرد؟ يوان قال له يمكن اطرش ولا حاجه. بيقرروا يسيبوه في حاله ويرجعوا للسياره، ولكن الراجل اول ما بيشوف السيف اللي مع يوان قال له استنى عندك. وبنرجع للماضي ساعتها وبنشوف القتال اللي كان بين الراجل دوت وصاحب السيف المزدوج. الراجل فعلا قوته مش عاديه وخطيره جدا، ولكن صاحب السيف المزدوج بيقدر يهزمه في النهايه وهو اللي سبب له الجرح اللي على وشه دلوقتي. نرجع من تاني للحاضر والراجل بيسالهم عن صاحب السيف اللي معاه، لكن يوان بيقول له انه ما يعرفش عنه اي حاجه وان ابوه هو اللي اداله السيف ده. قال له يبقى انت ابنه. يوان قال له لا، فالراجل اللي انت بتتكلم عليه مش ابويا. الراجل قال له لو انت مش تلميذ صاحب السيف المزدوج يبقى انت ما تستحقش السيف ده. بيكون عايز يقتله ولكن شينج بيقول له اخويا مش عايز يقاتل معاك. ساعتها الجماعه الباقيين بييجوا والبنت دي بتحاول تهديه ولكن بيهوش جنبها بالسيف والبنت بتترعب منه. ساعتها كان هيغمى عليها والعيال كلهم مصدومين من قوه الفتاكه. ساعتها البنت دي بتتدخل وكان عارفها بالفعل. الراجل قال لها طالما انت عارفه يبقى ازاي بتتجرأي تقف في وشي؟ قالت له انا ما اقدرش اقف في وشك ولكن انت لو قتلت دلوقتي فهو ممكن يخسر قدامك وده لانه مصاب ومش في افضل حالاته، وساعتها انت هتكون حاربته على الفاضي. الراجل بيقتنع بكلامها وبيقول له قدامك نص يوم بس، يا تقتلني يا هموتكم كلكم. وبعدها بيسيبهم وبيمشي. الجماعه بعدها بيرجعوا للسياره وبيفضلوا يفكروا هيعملوا ايه في الموقف ده. البنت بتقول لهم ان الراجل دوت قوي جدا وحتى لو قتلناه كلنا فمش هنقدر عليه. ساعتها البنت بتسال الراجل لو في طريقه يقدروا يهربوا بيها. قال لها للاسف لا، لان هو عمل حاجه على المكان ولو هربنا فهو هيعرف بكده. يوان قال لهم بس انا مش ههرب منه. البنت قالت له انت مجنون، حتى لو قتلته مش هتقدر عليه. قال لها بس صاحب السيف المزدوج قدر يهزمه، يعني طالما هو قدر يعمل كده فانا كمان هعرف اعمل زيه، لان السر يكمن في السيف ده وانا كمان مش ناوي اهرب من تاني حتى لو قدرت اهرب منه المره دي. افرض قابلت شخص اقوى منه في المستقبل وقدرت اهرب منه هو كمان، طيب افرض قابلت واحد تاني وهربت منه برضه، هو انا هفضل اهرب لحد امتى؟ شينج بيحاول يقنعه انهم يهربوا ولكن يوان بيرفض الكلام ده. ساعتها شينج بيعيط وبيقول له انت كمان دايما بتدافع عني وبتحميني من كل خطر. قال له علشان انا وعدت ابويا ان هحميك لحد اخر نفس. ساعتها شينج بيصرخ فيه وبيقول له بس انا مش محتاج انك تحميني. بيفضل يبكي وبيطلع يجري من المكان. شينج طبعا قال الكلام ده لان هو مش عايز يخسر اخوه الكبير زي ما خسر ابوه قبل كده، وده لان اخوه الكبير زي ابوه بالظبط. يا له من لحظة الموجعة بكل معنى الكلمة. المهم بعدها الشمس بتطلع ويوان بيستعد للمعركة. بيلبس لبس جديد بيحميه من الضربات واللبس ده هدية من صحابه. الراجل كمان بيديله مهارة السرعة وبيقول له دي الحاجة الوحيدة اللي اعرف اساعدك بيها. وبعدها اصحابه بيشجعوه وبيقولوا له لازم تهزمه يا بطل. قال لهم تمام وهو بينطلق لبدء المعركة. انها المعركة الاسطورية. يا ترى مين اللي هينتصر؟ الراجل صاحب القوة الاسطورية ام يوان صاحب السيف المزدوج؟
بيفتكر ايام ما كان صغير وقعد جنب ابوه وكان نفسه بس يمسك السيف ولو مره واحده، لكن ابوه منعه ورفض انه يستخدم حاجه شكل كده. قال له انت لسه مش مستعد لحمل تقنيه السيف المزدوج، العب باي سلاح تاني. لكن دول فلا، انت مش من المفروض انك تيجي جنبهم لان دول هم رادع الشياطين الاقوى بالنسبه لعشيرتنا. قال له عشان كده انت بس اللي يحق ليك تستخدمهم. قال له لا يا ابني، انت مش فاهم حاجه، دول ما حدش قدر يستخدمهم من الاف السنين غير شين، وحتى انا ما اقدرش، لسه ما جاش حد في العالم ده يقدر يستخدم اسلوب السيف المزدوج. يوان قال لابوه انا لما اكبر يا ابويا هكون قوي واوعدك ان هكون محارب فتاك وجدير بحمل هذان السيفان. الاب ساعتها بيستمع له بسخريه وبيقول له مش هتقدر يا حزين، بس تفتكر ان هو مش هيقدر يا زميلي؟ قولها معايا. لا والله، بينطلق عليه بكل ما اوتيه من قوه، لكن التاني كان ريتم جنيه وقدر يتصدى له. بيقول له هو ده اخرك ولا ايه؟ ما تشد شويه ما تخليناش نموت من النعاس. الواد بيهجم عليه تاني وتالت وبرضك الوحش بيتفاداه. شينجو بيشجعه ويوان بينطلق عليه من تاني. بتتوالى الهجمات واحده تلو الاخرى وبدون اي جدوى او فائده ترجى. شينجو بيحذره وابن الهرمه بيغفله وبيجرحه. كده خلاص. بيقول له في ايه يا كوكو؟ ده احنا لسه ما بدأناش حتى. وبوم بينقض عليه وهجمات يمين شمال شمال يمين، ويوان بالعافيه بيفاد السكين. فعلا بيعاني اشد المعاناه. الالم ده ذكره بالتدريب مع ابوه يومها وانه اخد واحده على دماغه بس وفضل يعيط منها مده طويله. ابوه ساعتها قال له ثانيه واحده بس وهتكون كفيله بموتك، فخد بالك وما تبينش المك للعدو. الواد فعلا بيتشجع وبيفضل طول الليل بيتدرب، بيفضل في الغابه وقت طويل جدا لحد ما الخفافيش والكائنات الليليه بتطلع عليه. بيبدا يهاجمهم ولكنهم بيجرحوه. ساعتها بيتذكر تعليم ابوه تاني، ومع شروق الشمس بنشوف كل الخفافيش مرميه على الارض وعلى جسدها اثار لعده طعنات بالسكين. بالفعل يوان قدر يهزمهم كلهم امبارح. صغير بس نينجا. بيتدرب كمان مع ابوه، وفي اللحظه اللي ابوه افتكر ان هو خسر فيها بيفاجئ يوان وبيحط السيف على رقبته. بيقول له ايه رايك يا عم الحاج؟ انا جامد مش كده؟ الاب ساعتها بيضحك له وحاليا بيفلت منه بشويه الرمل دول، ما بيلحقش ياخد نفسه. هو بيديله كمان. ايوه يا جامد، اديله كمان وكمان. بيتبدل هجمات من كل الجهات وجميع الاتجاهات، واخيرا يوان بيقدر يمسك ايديه. بينزل عليه بالسيف الثاني والكل افتكر انها النهايه. بس تفتكر انها النهايه؟ لا والله. جيان بيضحك له بحماسه وبيقول له انت تستحق ان اقتلك بجديه. بيقول له كده وسيفه بيشع بطريقه غريبه. هي دي طريقه الشبح في المسيفه. سحقا يا جماعه، ده هو ايه اللي بيحصل بالظبط. يوان كان في حاله مزريه ووضع جسده لا يحسد عليه، وابن الهرمه جيان مش رحمه ولا ثانيه. كل شويه بيسيب الدرع بتاعه وبيكسر جزء منه. حرفيا الواد مش قادر. ادرك ساعتها ان هو مش هيقدر عليه، ولو عمل ايه حتى بيقع على الارض وهو بيكمل استهزاء فيه. بيقول له انت ضعيف جدا. لا جدا ايه، انت ضعيف فشخ وانا بدات احس بالملل من قتالك. قول لي ايه الجدوى من كده؟ ايه الجدوى من اللي انت بتعمله ده؟ قال له حساله زيك مش هيفهم اي حاجه، وليه انا اصلا بقاتل؟ انت وحش، انت وحش بكل ما تحمله الكلمه من معنى، ومش اي وحش، لا ده انت وحش انساني ما عندكش ذره رحمه واحده. قال له بقول لك ايه يالا، ما تفكك من شغل العته والطيبه بتاعت مدوريا ده لانك مش هتقدر على حاجه. الواد بيفتكر اللي حصل معاه تاني وبيفتكر ان المره اللي فاتت دي الشيطان اداله قوته وده من خلال عقد الدماء، وبيفتكر ساعه ما كان بيتدرب في يوم وسط الثلوج ولقى الشاب الضعيف ده جاي وبيطلب منه المساعده لان اخوه الصغير متحوط من دبه شيطانيه وخلاص هيموت. يوان قال له ما تقلقش واخده لابوه. بس الصدمه هنا كانت اول ما وصل على بيتهم، فهو ما لقاش ابوه او اي حد هناك. ايه يا جدع. بيركن الواد ساعتها على جنب، هو بيقول له ما تقلقش انا صيد شياطين انا كمان. بيروح ياخد السيوف وبيكون في قمه السعاده لانه لاول مره هيستعمل سياف حقيقي. بيروح فعلا، وفي الاثناء دي الدبه كانت هتاكل رجل الواد الصغير، لكن يوان وصل في اللحظات الاخيره. بيبص للطفل وبيقول له ما تخافش يا مسكين، فانا هقضي على هذا الدب المهين. تقضي على مين؟ ريح يا حزين. بيريح والدبه بتكمل على الواد. تفتكر ان يوان هيستسلم يا صديقي؟ ما تقولها معايا. لا والله. بيتعافى على نفسه وبيقوم من تاني، والدبه بتقول له طالما انت عايز تموت قوي كده فتعالى لي يلا. بتروح عليه وبتكسر الشجر اللي وراه، بتجرحه وبتصيبه باصابات خطيره والدم بينزل على دراعه. اول ما بيلمس السيف بيندمج معاه والواد بيجن جنونه. نعم يا ساده. الدبه ساعتها قلقت منه، قالت ده ازاي كده؟ ازاي واحد ضعيف بدون اي ميزه يمتلك فن الدماء المزدوج؟ يوان ساعتها بينقض عليها وبيكون هيقتلها، لكن والده اتدخل في اللحظات الاخيره وضربه. بص بعدها للدبه نظره واللي هو هتمشي تربي عيالك هو اللي تحب تموتي هنا. الدبه طبعا بتقول له رب اولادي اولى وبتاخد بعضها وبتمشي. وفي الواقع الواد يمتلك جنون العظمه وبيقول انا قفلتها، انا قفلت اللعبه خلاص، فلو انا مش هعرف اتعامل معاك فهطلعه لك يعرفك مقامك. الشيطان يا صديقي
تفهمنيش غلط تمام. بالفعل بيجرح نفسه بالسيوف ومحدش كان فاهم ده إيه الجنون اللي بيحاول يعمله. جنون مين؟ ده شيطان لعين. بوم بينطلق على جيان وهي واحده في التانية على الارض بيرقته. خلاص على كده ابدا يا صديقي. بوم بينطر لبعيد. وبقول لك ايه، الواد كان سندال بضربه واحده بس منه بيهد جبال. بيقول لي وان انا كنت غلطان وانت عجبتني يلا، بس اظهر المزيد من قوتك يا شينيان. ده هو الحامل السابق للسيف المزدوج يا صديقي. جيان بيفتكر قتاله معاه من الاف السنين وحينها كانت قواها متساويه والمعركه دي استمرت 3 ايام كاملين. جيان قال له انت ما بتتعبش ولا ايه؟ الواد اتكلم معاه باريحيه وقال له لا، عارف ايه سبب قوتي؟ انا في ناس مستنياني ومستنيه تشوف انتصاراتي، اما انت بقى مفيش اي حد مستنيك، انت حساله يلا. جيان ساعتها بيتعصب وبيهجم عليه بغباء، لكن المعلم ولا بتفرق معاه. بيقول له زي ما قلت لك كده اتمنى تركز كويس، ده هو الفرق بيني وبينك. الواد ساعتها غضب اكتر واكتر وقال له انا مش اقل منك في اي حاجه، سامعني؟ يا ريت تكون كده فعلا. شين قال له ما دام انت كده فانا ما اظنك ما سبتليش خيار تاني. وبوم بينقض عليه هجوم اسطوري وبيخلص عليه. بيقول لي وان انا مستحيل انسى اللي عمله ساعتها وازاي خدعني وفاز، وقال له واجب اقدر اعمله دلوقتي هو ان ابكيه بدل الدموع دم على وريث قوته. يوان بينقض عليه لكن التاني بيصده وبيدي له واحده لطريقه العرض البحر. يا الهي جيان ده ما بيهزرش يا جماعه، بس تفتكر ان بطلنا هيموت؟ ده عند الهلفوت بيطلع من البحر واعينه قد ملأها الغضب والشيطان اندمج معاه بشكل كبير. يا جماعه ده مش يوان، لا ده شيطان السيف اللي ابوه حذره 100 مره يستخدمه ويسيبه يسيطر عليه. اخوه فرقته بيزعلوا عليه، وابن الغداره جيان ما كانش هم غير متعته واذلال تلميذ المحارب اللي اهانه ساعتها. بيقول له هات اخرك يلا. الواد بيصرخ عليه وبيهاجمه برشاقه وقوه اكثر من زي قبل. يوان خلاص ما عادش شايف قدامه ده هو ايه اللي بيحصل بالظبط، ما كانش في حد فاهم حاجه. وجيان بيقول ايوه هو ده المقاتل والمتعه اللي انا بدور عليها. بيقول له تعالى لي يلا، بس ده بيتجاهله وبيتوجه ناحيه زمايله، فهو اصلا ما عادش شايف بشر قدامه، دول في نظره 4 شياطين. يا الهي البنت بتزعق له لكن ده لا حياه لمن تنادي. انت بتعمل ايه؟ العدو وراك يا غبي. بوم ما بتلحقش تخلص كلامها وبيهاجمها، بس شينج بيحميها. بيقول له انت في ايه مالك يا اخويا؟ والواد زي ما فهمتك كده يا صديقي شايفهم ككتل من السواد اللي لازم يطهروا. بيهجم على واحده كمان من اعضاء الطاقم والوضع كل ما مدى ما بيتفاقم. بينقض عليه يوان والبنت مش قادره له، لكن اش بيمنعه وبيجمده في الحال. بيقول لهم ما تخافوش عليه، انا بعمل الموضوع دوت مؤقتا بس لحد ما يفوق ويرجع لطبيعته تاني. ساعتها جيوان بيقول لهم اوه اهلا عزيزي وعزيزتي، الى اين الرحال؟ رايحين فين يا غالي؟ يا صديقي هو احنا هنخلص؟ يوان هو كمان بيضرب اخوه وبيستعد لقتالهم جميعا، بس انت فاكر ان هو هيلحق يعمل حاجه؟ ابدا يا صديقي. المكان بيمتلئ غبار وهوبا جيان بيظهر وبيطعنه في كتفه. الواد ساعتها وقع على الارض وانتقل لداخل وعيه، شاف السيف هناك وطلب منه قوته، بس السيف بيوري له ذكريات حامله القديم وهو مع ابوه في احد المهمات. يوان هنا بيتصدم، ده ازاي كده؟ حرفيا ما عادش فاهم اي حاجه. بيروح على كرويين وفجاه عصابه الوحش بتوصل على المكان. شين في ذروه غضبه بيقتل الاول ومن بعدها كلهم خافوا، بس زعيمهم بيصرخ فيهم وبيقول لهم ايه يا رجاله؟ ايه المهزله دي؟ ده واحد بس، معقوله مش هتقدروا عليه؟ بيدخلوا عليه فعلا والراجل بيعمل معاهم الواجب وزياده. بيروح بعدها على الكهف ده وكان فيه اطفال الشياطين الصغيرين. ساعتها العجوز اللي بيرعاهم توسل ليه يسيبهم وعرفوا ان هم مش بيعملوا كده بارادتهم، لا ده الشرير جيان هو اللي بيطلب منا نعمل كده. صدقني احنا مالناش ذنب في اي حاجه. الواد بيفهم الكلام وبيطلع يودع صاحبه وبيروح يدور على جيان ده لوحده. بيوصل فعلا ويوان بيشوف المعركه اللي ظهرت بينهم، ولكن للاسف بعدها بسنين طويله بيرجع لابو يوان واللي بيطلع ان اخوه بابن الرضيع اللي معاه واللي بيكون شينج. بيعرف اخوه ان الطفل دوت هو اخر امل للبشريه، وكمان بيعطيله السيف المزدوج وبيتنبأ ان يوان هيقدر يتحكم في كامل قوته. وبعدها يوان بيفوق من حلمه. جيان بيشيل السيف من كتفه وبيقول له كده خالصين، انت المره اللي فاتت سبتني عايش بدافع الشفقه، وانا المره دي سبت تلميذك يعيش. ده مش بيكلم يوان يا جماعه، ده اكنه شايف شين قدامه. بيسيبه وبيمشي لكن يوان بيرفض الهزيمه. قال له بطل عتة، ولما تكون سياف قوي جديد بالسيف اللي في ايدك انت اكيد عارف هتلاقيني فين. سلام. يوان بعديها بيحكي لهم على الحلم اللي شافه، واخوه ما كانش مصدق الكلام اللي بيقوله ده، بس يوان قال له هو انا بكذب يعني؟ بيقول له لا اسم الله عليك يا اخويا. بيرجع للمركبه من تاني واش بيلاقيهم بيتخانقوا سوا. بيقول لهم ما تبطلوا بقى، وبيعرفهم ان وجهتهم دلوقتي هي مدينه
مدينة فينجكون المتطورة. بينطلقوا في رحلتهم فعلا، هو يا ترى ايه اللي هيقابلهم هناك؟ بننتقل للقصر الامبراطوري، وهناك الحاج صبحي بيتكلم وبيقول العروسة رقم 999 تدخل يلا. بتحضر البنت وبتدخل وبتكون فرتكة من كل النواحي، بس الواد الدلوع بيقول له لا يا عم. فصبحي بيقول له مش مشكلة انا هوريك يا معلم. بيقول العروسة رقم 1000 تدخل، واللي بتكون جميلة من بره بس على رأي المثل شيل مكياس صاحبتك تلاقي مضحك ابن عمتك. بيطلع يجري فعلا وحاسس بيك يا صديقي الكحيان اللي ما عندكش كلبة تعبرك، في حين ان ابن الهرمة دوت رفض 1000 واحدة. حقك عليا معلش والله انا اسف خلاص، بس لو انت متفق معايا ان الواد الدلوع ابن الهرمة ده انزل وعرفنا في التعليقات، عاوزها تخرب يا رجالة. المهم صبحي بيطلع ورا الامير وبيقول له ليه مش عاوز تنسى الانسانة اللي خزوقتك؟ قال له للاسف هي ما كانتش انسانة عادية، دي تتحط على الجرح الطيب. يا حنين. وكان بيقصد حبيبته القديمة بالكلام ده. وعارفين دي طلعت مين يا شباب؟ هي شياو يا صديقي. الله يسامحك يا عم، بقى دي تتحط على الجرح الطيب. تمام يا عم انا راضي ومصدق، ما علينا. المهم بنرجع ليوان والفريق تاني، وساعتها يان بتدخل على قاش وبتقول له هنوصل على وجهتنا امتى؟ فقال لها بتسالي ليه؟ قالت له عشان يوان مش رايح مشنجة تدريبات والواد لسه صغير وممكن يموت في ايده. وفعلا الواد كان مخليه ينزل من الضغط على السخان، بس بتدخل عليه يان وبتقول له مش كده يا عم بالراحه ده لسه صغير. بيقول لها تمام عشانك بس يا مزمزيل. نسوانج كالعاده مفيش حاجه يعني. بيستشعر شينج طاقه روحيه وبيوصلوا اخيرا على المدينه. بيتعمل لهم مسح تقني كده، وده عشان لو عليهم احكام ولا حاجه. بيدخلوا لجوه وفجاه بيلاقوا الحراس جايين عليهم وبيصطحبوهم للقصر. بيقدموا لهم اكل طبعا، والعيال بتنزل فحت وردم في الاكل ما بتخليش حاجه حرفيا. ما بالراحه يا جدعان في ايه؟ مش كده يعني. بيدخل عليهم الامير والعيال بتساله انت ليه بتعمل كده؟ قال لهم ده عشان فرحي كمان 3 ايام. قالوا له لا مؤاخذه بقى احنا ملحقناش نجيب هديه. قال لهم ازاي يعني ما جبتوش هديه؟ ده انتوا اللي جبتوا العروسه. عروسه مين؟ ايه العيال حرفيا بتتصدم جامد. انت تقصد بنت الهرمه دي؟ لا دي ما تنفعكش يا باشا، ده اخرها عرباجي يتجوزها، وواضح انهم بيحبوها قوي 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 يعني. وفي اللحظه اللي بيقرب منها تيان لو علشان يعترف لها بمشاعره بنرجع فلاش باك للطفوله، وبنعرف ان شياو هي اللي كانت بتدافع عنه ضد شله المتنمرين. العيال بتهددها بالضرب، بس على مين؟ ده انا متفرج على صلاح في النينجا يابا. بيدخلوا عليها والبنت بتعمل معاهم الواجب وبتدشمل ابوهم. نينجا وحركات بقى يا صديقي. هم ليه؟ الواد ساعتها بيطلب منها الجواز لما يكبروا. ده انا عندي 20 سنه اهو وما اتجرأتش اقولها بيني وبين نفسي حتى. تروح انت حقك يا عم، ما هو انت المخرج مدلعك. البنت بتوعده انها تتجوزه طالما هيصرف عليها، وفضلت كل يوم تسلط عليه المتنمرين يضربوه، وهي بعدها تروح تضربهم. وقال ايه انقذته منهم. هي بنت النصابه بتعترف للواد بكل حاجه، والعيال حرفيا مصدومين. بقى انت يطلع منك كل ده؟ قالت له انا اسفه اني كنت بخدعك وبستغل فلوسك. قال لها ولا يهمك، كده كده انت هتكون مراتي كمان شويه خلاص، وانا وانت والعيال بننصدم. يخرب بيت الكرنج بتاعك يا اسطى، ده انت عيل نوتي يا جدع. يوان بيقرر يلبسها اكتر واكتر، فبيقول ان هو جابل هنا بس عشان خاطره ومحتاج مكافاه وقدرها 50 مليون يوان بسبب كده. يا ابن المفتريه. شينجا بيقول له يا اخويا بس شياو مش عاوزه تتجوزه. قال له يا عم اسكت انت، خلينا نخلص منها ونرتاح من زنها الدايم. وفي دي عندها حق يا صديقي. شياو بتبص لهم والعيال بيقولوا لها استحمل عشان المهمه. فعلا بتكون رايحه على اوضتها هو يوان بينادي عليها استني. البنت بتلف له فاكراها يساعدها، بس البارد بيقول لها جوازه سعيده ان شاء الله. الف مبروك يا عروسه. بارد مفيش كلام يعني. المهم بيطلعوا يتمشوا في المدينه شويه وبيعجبوا بكل حاجه هناك، لان دي اول مره ليهم في مكان نظيف زي كده. بيتفرقوا بسرعه علشان يلاقوا الجسم الروحي اسرع، وتيان لو في اوضته كان ماسكها فعلا وبيقول مش هسيبك تهرب المره دي يا عروستي. يا نهار ابيض يا جدعان، ايه الاداه الروحيه اللي بيدوروا عليها اصلا مع الامير تيان لو؟ يا ترى ايه قدرتها وهيستخدمها في ايه؟ هنعرف قدامي يا صديقي. بس دلوقتي بيمضي الوقت سريعا، وفي صباح اليوم الثاني بيقعدوا يستريحوا لانهم ما لقوش حاجه لحد دلوقتي. وفي الاثناء دي يان بتقول له شوف دي، وهوبا اللص ده بيخبط في البنت دي وبتصوت. بتقول له الحقوني حرامي، ويان
بتقول ياه اساليب السرقه الرخيصه دي ما عملتهاش من كان لما عندي 4 سنوات. لسه بتكلم يوان بس مش بيكونوا قدامها، بيقف قدام الحرامي وبيقول لي ياه على حظ امك النحس، انا هنا ومش هتعرف تهرب. الحرامي بيقول له ده عبيط وبوم بيغفله وبيهرب. بس قبلها كان لابس السلسله بتاعت البنت اللي سرقها منها. البنت بتشاور عليه وبتقول حرامي، والحراس بيمسكوه. بيفضل يتحايل عليهم وبيقول لهم انتوا متعرفوش انا مين. بيقولوا له هتكون مين يا رح امك يعني، ده انت هتتقطع ايدك النهارده. ايام بتحاول تساعده وبتقول له احنا ضيوف الامير. بيسيبوهم في الاول كده بس بعد ما بيكشفوا عليهم وبيعرفوا انهم مطلوبين للعداله فبيطلعوا يجروا من المكان. وفي الجانب التاني كان شينج واش ما لاقيوش حاجه دوروا حرفيا في كل مكان. وفجاه الحديد بيشاور على خارج المدينه. بينطلقوا على هناك فعلا ولكنهم بيفقدوا الاشاره في نص الطريق. فساعتها بيقرروا يرجعوا بس وقبل ما يدخلوا بتصدر اوامر باغلاق جميع مداخل ومخارج المدينه تامينا لزفاف صيد قصر تيانلو. شينج بيحاول يدخل بس للاسف البوابات بتقفل قبل ما يحصلوها. بيحاولوا يفتحوها مرارا وتكرارا ولكن بلا جدوى وبدون اي فايده. بيدخل عليهم العجوز دوت وبيعرفهم ان هو بس خارج عشان يجيب علاج ولازم يدخل لبنته المريضه دلوقتي. شينج مش بيستحمل يشوف الراجل الغلبان ده كده وبيحاول يقنع حراس البوابه انهم يدخلوه لكنهم قالوا له ده امر من الامير وما ينفعش نكسر القواعد. شينج بيتعصب ساعتها على الراجل الغلبان وساعتها هو بيعرفهم على مدخل سري يقدروا يدخلوا منه. المدخل ده اتبنى من الاف السنين على ايد عشيره الخالدين. بيطلبوا منه يدلهم على مكانه وابن الناس المحترم حرفيا ما بيتاثرش. بيوديهم لهناك وبينزلوا على الدرج ولكن لسوء حظهم كان في حاجز بيمنع دخول اي حد غير عشيره الخالدين. ساعتها اش بيتقدم وبيقول لهم هجرب انا، وده لانه من عشيره الخالدين. بيقرب فعلا وبيعبر الحاجز بنجاح وبعدها بيرغي الختم بالدم بتاعه والعجوز وشينج بيعدوا بسلام. بيستكملوا المسيره لحد ما بيلاقوا البوابه فعلا. بيخرجوا واحد ورا التاني ولكن ساعتها العجوز بيبص لهم بنظرات مريبه وبيختفي من قدامهم. يا ابن الغداره. بيطلعوا فعلا وبيلاقوا نفسهم في كابريه الاخت روري واعوانها. بيعملوا نفسهم جزء من العرض لكن الحراس بيقفشوهم والكاميرات بتصورهم. بيطلعوا جري وراهم والعيال بتستخبى هنا لكن الكاميرات مصوراهم والناس بتتعرف عليهم. بيهربوا منهم وبننتقل لتلك العروس وحينها كانوا بياخدوا صور الزفاف. وقبل ما تيان بيكون خلاص هيعملها البنت بتبعده وبتقول له انت ليه مصر انك تتجوزني مع انك عرفت ان كنت بخدعك. قال لها بتخدعيني غلبانه قوي انتي شكلك ما تعرفيش اي حاجه. وبيتضح ان تيان والمتنمرين كانوا زمايل اصلا وهو اللي كان بيطلب منهم يتنمروا عليه في مقابل ورك فرخه اللي في ايد كل واحد منهم. بيقول لهم طول ما انتوا بتسمعوا كلامي فكل يوم من ده ايش لحمه ايش فراخ وراك بانيه كفته جمبري بص هدلعكم. العيال بتتفاجئ وطبعا بتوافق. بينفذوا الخطه وكل شويه تيجي الشيا وتنقذه. ايه لعب العيال ده يا عم المخرج بعيدا عن العباسيات اللي في الموضوع. ازاي الواد ده بيصرف على المدرسه اللي فيها يعني وابوه سايبه يبعزق في الفلوس كده. بيقول لها عرفت بقى مين اللي كان بيضحك على التاني. البنت قالت له ان يكن انا ما جيتش هنا عشان الزفاف ولا حاجه، انا بدور على حاجه روحيه سامحني بقى عشان خدعتك. الواد بيعمل نفسه زعلان كده لكنه بيغفلها وبياخد صوره حلوه. اخيرا بيعرضوها في المدينه كلها ويوان ويان كانوا متفاجئين. حتى اهج بيقول انا فهمت كل حاجه دلوقتي. اللي حصل معانا دوت كان فخ. في الاول حسينا بطاقه روحيه في الغابه ولما وصلنا اختفت وبعدها طلع لينا العجوز ده واول ما وصلنا عند المخرج السري اختفى برضه. ايوه اش بيقول له كده في حد بيتلاعب بينا باستخدام الاداه الروحيه اللي احنا اصلا بندور عليها وبيخمن ان الاداه دي مع تيان لو وبالفعل بيسيطر على عقل شياو بيها وبيخليها تطيع وتسمع كلامه. يا الهي بقى كل ده يطلع من ميتين امك. اتاريك مش عاوز تسيب المدينه وتخرج يا ابن الجبانه. بيخلص اليوم على كده وتاني يوم بنشوف يان ويوان متنكرين. البنت بتقول له احنا لازم نحضر الحفل دوت باي تمن. بيقول لها تمام بس معناش تذاكر. قالت له يا جدع عيب عليك كده، تذاكر ايه اللي تقلقك ما تقلقش انا هتصرف. بتروح للخروفين دول وبتمثل انها فتاة ليل ضائعه ومحتاجه ذكر يحتويها. الخرفان طبعا بيتخانقوا عليها وهي طبعا بتاخد الدعوتين وبتهرب ولما بياخدوا بالهم مش بيلاقوا اي حاجه. واعرف يا صديقي ده صاد الوحوش السحريه تشو ودي زوجته الساحره ماري. ايوه يا باشا
باشا، الاسامي القديمه دي تنساها خلاص. يان ويوان ايه كلام فارغ يا حبيبي. بيكملوا في المدينه، وفي نفس الوقت ده كان كل من اش وشينج تم القبض عليهم ومحطوطين في الزنزانه دي. اش بيقول لهم انا طبيب العروسه وهي عليها لعنه ولازم تاخد الدواء، انا الوحيد اللي معايا العلاج السحري. بيروحوا فعلا يتفقدوا الكاميرات وبيتاكدوا ان هو جاي مع الاميره فعلا. بيروحوا يبلغوا الاميره والواد بيقول لهم انا هتصرف. بيودع شياو وبيقول لها استنى لحظه يا حياتي. البنت طبعا بتوافق بسبب السحر اللي في وعيها. بيروح فعلا على الزنزانه والشينج بيهاجمه بس على مين؟ اش بيحاول يعمل اي حاجه لكن الموضوع مش بالسهوله ديت يا صاحبي. تيان بيستخدم الاداه وبيقدر يتحكم في كامل جسده. بيمسك شينج هو التاني وبيحاول يمتص قوته، لكن تمتص قوه مين يا حزين؟ الشيطان اللي داخل شينج بيمنعه وبيسحب هو طاقته كلها. تيهان كان على اخر لحظه وهيروح فيها، وقبل ما الشينج يهجم عليه من تاني بيلاقي لك اش واقف في طريقه وبيمنعه. الامير بيخرج وبيسيبهم يتخانقوا سوا. اش بيهاجم شينج والواد مش راضي يأذيه، بيحاول يفوقه بس ده لا حياه لمن تنادي. بيهاجمه بسحر النار والشيطان بيستدعيه لمجاله تاني. الواد ما كانش فاهم اي حاجه. انت مين؟ انا فين وايه المكان ده؟ بيرد عليه وبيحاول يمنعه وبيستحوذ على جسمه. بيقول له انا همنعك القوه بس تعاقد معايا. الواد بيقاومه وبيرفضه وبيخرج من وعيه وبيقول له مش هكون تابع ليك، مش هسيبك تسيطر عليا. بيضرب اش بيغميه وبعدها بينادي على الحراس الحقوني صاحبي بيموت. الحارس ده بيدخل عليهم فبيقوم يطلع السلاح ويعطله في دماغه. بيحاول يهرب بس ما يعرفش منين يودع على فين، لسه صغير معلش يا صديقي. بيبص وراه وساعتها بيشوف حاجه غريبه. ايوه ده ملك المدينه والد تيان لو. شينج بيروح يحرره وبيقول له ايه اللي عمل فيك كده. بيفك كلبشاته والراجل بيعرف ان ابنه هو اللي حبسه هنا. ساعتها شينج بيتصدم، ده ازاي كده؟ ازاي ابنك العاق يعمل كل ده؟ ده كلب. بس ما تقلقش يا ملك، احنا اصلا جايين عشانك وعاوزينك في كلمتين. انا واخويا يوان هنا عشان نحميك. بيقول لنا كده اطمنت اكتر. بيطلعوا من السجن وبيوصلوا عند الممر ده. بيحاولوا يتسللوا لجوه لكن الحراس بتقفشهم وبتعملها معاهم. تفتكر ان ده هيحصل يا زعيم؟ لا والله. هوبا بيتدخل يان ويوان وبيظبطوا الكلام. شينج بيكون فرحان جدا وبيعرفهم على الملك. بيفهمهم ان ابنه كذب عليهم وانهم لازم يهزموا تيان لان معاه الجسم الروحي اللي هم بيدوروا عليه. يوان بيرفع عليه السيف علشان يتاكد انه فعلا سيد المدينه، والراجل بيتعرف على السيوف وبيخطط معاهم على طريقه عشان ياخدوا الحجر الروحي من ابنهم العاق. بالفعل بيتمكروا وبيتوجهوا لانقاذ اصدقائهم شياو واش. بيدخلوا والحمد لله محدش بيتعرف عليهم. العروسين هم كمان بيطلعوا للساحه، والعم صبحي بيقول للامير هل توافق ان تتزوج موكلة الانسه شياو؟ الخروف بيرد بيقول ايوه طبعا موافق. كورونجو موت يلا. بيقول شياو نفس الكلام والبنت بتوافق. المعازيم بتسقف، لكن هل بكده خلص الموضوع؟ لا والله. بوم بيطلع عليه يوان وبيتحدى في نزال قدام الكل، وده على حسب تقاليدهم فهو مسموح عادي. وبيروحوا للحلبة فعلا. وايوه يا صديقي هو صبحي عندهم بيعمل كل حاجة. بيبدأ النزال بينهم ويان كانت بتحاول تفوق اش، بتصفعه قلم ورا التاني والواد جدا مش بيتأثر. تيان بيشوفها من تحت فبيديله الاوامر ان هو يخلص عليها. بالفعل بيعمل كده وبيهاجم يان ولا كأنه يعرفها اصلا. تيان كان مبسوط بس ده عند الهلفوت. يوان بيهاجمه وبيقول له ايه يا كوكو مالك في ايه؟ ركز معايا كده وخليك اونلاين، مش حته بنت هي اللي تشتت انتباهك يعني. الله عليك يا عم الجامد انت. قصف سمهان الابعاد. الواد بيتعصب عليه وبيهاجمه بجديه وشراسه اكتر. يوان بيفديه بصعوبه ولكن للاسف بيتجرح وجرحه ده بيتجمد. الملك ساعتها بيعرف شينج عن قدرات تيان اكتر وبيعرفهم ان الاداه الروحيه دي بتمكنه من التلاعب بالعقول، التحكم في الاجساد، وكمان سرية سحر الخصوم وحاجات شكل كده. وده ان دل على شيء فهو انهم هيعانوا في قتال واشد معاناه. شينج كان عايز يتدخل بس الراجل قال له استنى شوف اخوك هيعمل ايه، خليك واثق فيه. شينج بيقول له تمام، وتحت يوان بيجاري هجمات ابن الهرمة تيان. بيقول له انت ليه عايز تاخد عروستي مني؟ انت مالك يا عم؟ قال لي يوان صحيح انها بارده لكنها تظل صديقتي وواحده من اعضاء الطاقم، ما اقدرش اسيبها ورا ظهري ولا اسيبها الكلب زيك هي مش حباه. تيان لو بيغضب عليه اكتر واكتر وبيهبده واحده تنطر لبعيد. بيقع على الارض وساعتها بنتصدم كلنا لانه جمد كمان رجل يوان ومش هيقدر يقف على رجليه، وده لان الدم مش هيوصل لها من الاساس. تفتكر ان ده هيأثر فيه؟ لا والله. بوم يوان بكل ما اوتيه من قوه بينقض عليه. التاني برضه مستهنى نهائيا وبيتلفاه هنا وهناك ومحدش راضي يخضع للتاني. بيطيره في الهواء وكان واضح جدا تساوي المستوى. بوم بيحصل تصادم طاقه هائل والعيال بتقع
الجماعة في حالة لا تحسد عليها. بيقوموا من تاني وساعتها شينج بيصرخ في الحضور وبيعرفهم الحقيقة. بيقول لهم الأمير بتاعكم دوت ابن عاق. أيوة زي ما سمعتوا كده بالظبط، هو اللي حبس أبوه وقال إن هو مريض، ولكن في الحقيقة والده هو قدامكم. اتكلم معاهم يا حضرة الملك، يلا قول وعرفهم ابن الهرم ابنك عمل إيه. بيبدأ فعلا يتكلم والناس كلها بتتصدم، ده إزاي كده؟ إزاي ابنك يغدر بيك ويعمل فيك كده؟ بيطلب من الحراس يمسكوه والواد بيحاول يبرر عن نفسه. طاقته بتجتاح المكان وبتجمد كل حاجة حواليهم، ده حتى شياو ما سلمتش من الهجمة دي. يوان قال له انت اكيد بتأذيها يا صاحبي، ما ينفعش تجبرها على حاجة. تيان اتعصب عليه جامد وقال له اخلص انت مش فاهم اي حاجة، اللي بيتكلم ده مش الملك، دي الشيطانة استحوذت عليه. هنا بتتوجه نظرات الجميع اليه، وبالفعل الملك بتحصل له حاجات غريبة وبتخرج منه الطاقة الشيطانية اللي قتلت ابو يوان. سحقا يا جماعة. وبيطلع ان ما قبل ما يحبس الملك اعترف لابنه بانه مريض بمرض شديد جدا والشيطانة استحوذت عليه. ابنه كان مرعوب عليه جدا والاب طلب منه يخبي عن الناس الحقيقة ويقول له ان هو مريض ومش بيقدر يخرج من اوضته، والحقيقة اصلا انه اتحبس من ساعتها. والشيطانة قدرت تضحك على شينج وتخدعه، بتقول لهم استحوذ على 2 من القطع الروحية في يوم واحد. يا نهار ابيض، ده انا حظ فاجر. تيان كان لسه هيهجم عليها لكن يوان بيقول له لا دي بتاعتي انا، فهي دي اللي قتلت والدي. تيان بيتأثر من كلامه والواد بيعمل جامب وبيروح عليها، خلاص هيقتلها لكنها بتتحكم في شينج وبتخليه يهجم عليه. بيوقعه على الارض وتيان بيحاول يغفلها هو كمان لكنها بتتفاداه وبتقول له عيب يا حبيبي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ خصمك على الحلبة تحت مش هنا. بتطلع جرس من ايديها وبيظهر العجوز دوت على الحلبة. وعارفين مين ده يا شباب؟ ايوه هو ده، يبقى نفس الشيطان اللي واجه ابوه في الماضي، الشيطان سيول جي. يوان وتيان بيكونوا في حدا اللي يحصد عليها وتيان بتقول له معايا يا صاحبي، بيقول له معاك. بيستعد عشان يخلص على الشيطان ده وشينج بيحاول يفك الخيوط اللي عليه لكن مش بالسهوله ديت يا حمو. الشيطان متمكنه منه ولو اتحرك ممكن يروح فيها. الشيطان تحت كان مبهدل العيال وبدا هجوم عليهم، بيضرب تيان لكن اذا كان ابوك هو المحارب الاسطوري ما قدرش يعمل حاجه، انت بقى اللي مفيش من امك 2 وهتهزمه. طب ورينا. في الوقت ده شيطان الجرس بتقول للشينج بص يلا واتفرج هقتلهولك ازاي. وهوبا الشيطان بيسيبهم كلهم وبيروح على شياو. يا ابن الغداره، بينقض عليها وبيكون خلاص هيشمتها واحده تنهيها لكن جوزها قدامه واقف سندال بجسمه بيحميها. البنت ساعتها فاقت من سيطرته واترعبت عليه، انت اللي بتعمل كده؟ لا انت فعلا انسانه مميزه، انت الوحيد اللي حبيتها يا شياو. البنت بتكون في منتهى الحزن عليه وبتقول له فاكر لما سالتني وقلت ان مش فاكر وعدنا؟ الحقيقه اني كنت بكذب ولا عمري نسيتك ولا غبت عن بالي لحظه، بس كل شويه كنت بقول لنفسي يا بنت ده زمان انساكي خلاص، واكيد هو جاب 1000 واحده بدالك. بيقول لها خلاص ملوش لازمه الكلام ده وبيطلع الحجر الروحي وبيقول لها انا خلاص هموت يا حياتي، خلي معاك البتاع ده ومن النهارده المدينه وسكانها وشعبها تحت حمايتك انت. بيلفظ اخر انفاسه وبيتكل على الله يموت يا صديقي. يوان بيشوف كده وبيغضب جامد، بيعمل جنبه وبيطير عليه مش هسيبك يا ابن الهرمه، في الاول قتلت لي ابويا ودلوقتي قتلت لي خطيب صاحبتي. بيهجم عليه بس شينجي بيتلفاه. تفتكر ان اخويا يقدر يعمل حاجه معاه؟ لا والله. شياو بتكون في حاله هستيريه لا تحسد عليها، بتعمر الاجزاء وبوم بوم بوم بتهجم على شيطان الثعلبه لكن شينجي بيحميها. يوان بيقول لها عملت ايه في اخويا يا بنت الهرمه؟ بتقول له كان اخوك اما دلوقتي فهو واحد من رجالتي، شكله شكل الشيطان بالظبط. في الوقت ده شياو بتقع على الارض منهاره وبتقول لها رجعيه يلا بسرعه انا ماليش فيه. الوضع بعد ما كان بادئ بهزار وذكريات طفوله انتهى بكابوس وحمام دم. يوان بيقرر ينهي كل حاجه ودلوقتي هو بيقول للشيطانه النهارده هخلص عليكي وهاخد دماغك احطها على بوابه المدينه. البنت بتتهزق وبتبص ناحيته بس بتشوف العزم والعزيمه في عينه. يوان بيجرح نفسه يا صديقي وشيطان السيف المزدوج ده بيتحكم فيه، بيركب فوق الشيطان دوت وبيقطعه من كل ناحيه بس ابن الهرمه عفيجي وبينطره لبعيد غلبان ما يعرفش ان يوان مخه تعبان. البنت بتشوفه وبتقول انا خلاص فهمت، بترن الجرس وبتضغط على قلبه. الواد بينزف دم وبيشوف ذكرياته، بيشوف يوان بيقع على الارض من كتر الصدمه وخلاص الثعلبه هتتحكم فيه. تفتكر ان ده هيحصل بامان؟ قطعا لا. الحاج بيكلمه وبيقول له انا واثق فيك يا يوان، انت البطل اللي هتورث فن السيف المزدوج، فعلشان كده قوم خد بطاري يلا. الواد بيتشجع والثعلبه ما بتقدر
تقدرش عليه. بتدخل في مود هستيري وبتقول له مستحيل، لا بجد مستحيل، وده لانها كانت شايفه سيد السيف المزدوج القديم. يوان اول ما بيشوفه بيقول له ازيك يا عمي، ما بيردش عليه، والواد بيقول له ارجوك قول لي ازاي اطلع قوه السيف. بيوري له التقنيه فعلا وبيقول له القوه هنا يا ابني، ومكانه جه هذا الوحش العنيف البطل المخيف يوان شينجيتشي. بيخلص على الشيطان في لمح البصر، ويوان بيكون وراه بيثبته. اخوه بيقول له مش قادر اتحكم في نفسي خالص يا اخويا، بنت الهرمه دي بتتحكم فيا وانا مش قادر اعصيها، اقتلني وبعدها انتقم لموتنا انا وابوك، انا واثق فيك يا بطل. وهوبا الشيطان بيتفعل عليه مهاره ختم الشياطين اللي استخدموها هما، وساعتها شينج بيزعق فيه بيقول له اقتلني اقتلني بدل ما نموت احنا الاتنين. الواد بيرفض، وايوه يوان في تضحيه اسطوريه بيرمي لفوق وبيموت هو بداله يا صديقي. شينج بيكون في منتهى الحزن عليه وبيصرخ بأعلى صوت عنده، بيدخل للشيطان الحديدي وبيقول له انت فين، يلا اخرج عشان عايزك. الشيطان بيطلع وبيقول له اخيرا هتقبل قوتي. الواد قال له الغضب مليه، خلينا نخلص على بنت الهرمه دي اللي قتلت ابويا واخويا دي. بيقول له العقد دوت هيكلفك روحك. بيقول له ايه يعني، استنى افهمك، ما بتلحقش تنطق اسمه وبيكون خارم بطنها ومخلص عليها يا صديقي. بيقع بعدها على الارض مغمى عليه والملك بيفوق. ولحد هنا بينتهي الموسم الاول من الحكايه، وما تدورش على الموسم الثاني عند حد عشان تستمتع معايا. وبس كده، اشوفك في الفيديو الجاي يا قمر، سلام.